السلام عليكم ورحمة الله. أنا أخوكم محمد خليل، وهتكلم النهاردة عن المؤلف اللي عمل القصة بتاعت مصر وإسرائيل، وهو الزعيم الراحل محمد أنور السادات. الزعيم الراحل المفكر وبشكل عميق لما وقف قدام البرلمان المصري وفاجئ الجميع بأقواله وقال لك: أنا مستعد أن أذهب إلى آخر العالم، ومستعد أن أذهب إلى الكنيسة ذاته ومناقشتهم. هنا بدأت الكتابة وبدأت الشغل الهندسة والطريقة بتاعت الفكر بتاعته. لو جيت كملت الأحداث عن طريق الفيلم اللي خرج وأثبت جزء طبعا ما كانش متشاف، وهو كان بيناقش حد من الوزارات عنده وقال له: يا ريس، طب انت هتعمل ايه لو رفضوا؟ قال: يبقى اثبتت للعالم كله ان هم مش بتوع سلام زي ما هم بيدعوا. ودي بقت قصتهم، بقت قصة ان هم عمالين يعملوا دعاية لنفسهم ان هم احنا ناس مسالمين ومش بتاعوت مشاكل ومش بتاعوت قواضي، ومش احنا في حالنا قوي، والناس الشياطين دول هم اللي جايين علينا، اذا كانوا مصر ولا اذا كانت سوريا ولا اذا كانت الاردن ولا 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 ولا. الراجل ده من قمة العبقرية. الراجل ده اتحط في اعظم 100 شخصية سياسية على ما أظن، أو ممكن كمان بعيد عن السياسية، هو أعظم 100 شخصية في القرن اللي فات. يعني حاجة جبارة فعلا يعني. فأسلوبه في الفكر احنا كملنا عليه. هو المؤلف للي بيحصل النهاردة على محور فيلادلفيا، هو المؤلف هو اللي خلى رئيس الأركان المصري يقف النهاردة على محور فيلادلفيا ما بينه وما بين إسرائيل، ولا يجرؤ أحد إن هو يقرب للشخصية ديت المصرية. خد بالك، انت بتتعامل مع بلد قوية. هو السبب في تقوية الجندي والجيش يعني ما انت لو كنت في حرب لحد النهاردة مع الدولة الإسرائيلية لحد ما احنا موجودين، لا كان زمانك استنزفت. انما انت لما بدأت ترجع نفسك ولعبنا احنا الاتنين اللعبة سوا، هنلعبها سلام، كل واحد يبدأ يحط السلام دوت في كده في الدرج، سلام بارد، ولكن كل واحد بيستعد للتاني. احنا خلينا واضحين، احنا كان في استعدادات كتير حصلت ما بيننا وما بينهم، وهم كانوا دايما بيخافوا من المواجهة بتاعتنا. يعني حصل في 2011 او في 2014 كان في مناورة اسمها مناورة بدر. المناورة ديت الجيش بتاعك دخل لحد سينا في 11 دقيقة، فده معناه انك انت قادر للدفاع عن نفسك في وسط احداث بقى اللي هي بتاعت الارهاب وكل الكلام دوت. فهم كانوا عارفين امكانياتك، ولكن هو كان سلام بارد، والسلام ده كان مدفون تحت منه كل واحد بيستعد للتاني. فانت استعديت كويس بسبب السلام. خد بالك من اللي عمل السلام، وهو ما كانش ينفع يرفض السلام، لانه كان ساعتها هيرفض ان هو الرواية بتاعته اللي كان بيصدرها للعالم ان هو انا شخص مسالم، والناس الوحشة ديت مصر وسوريا هم اللي عايزين يعملوا معايا مشاكل وانا بدافع عن نفسي. انما لما هو حط البرنامج ده عندهم، انا بعرض عليك السلام، ايه هتبقى مع مين؟ مع السلام اللي انت بتدعي انك انت موجود بسببه، ولا هتبقى الخطة الأساسية بتاعتك من النهر للبحر؟ فالخطة بتاعتك احنا عارفينها، بس احنا عايزين نثبتها الأمم دول اللي هم بقى ايه، الأوروبيين والناس اللي هي تعتبر بيؤمنوا قوي بالكلام بتاع كيكي وميكي اللي هو بتاع الديمقراطية بتاعتهم دي. فالراجل المؤلف العظيم محمد أنور السادات هو اللي حط البرنامج ده كله، بس وهو واقف في البرلمان وقال: أنا مستعد أن أذهب إلى الكنيسة ذاته ومناقشتهم. يعني فتح بقى المجال معاهم.
فتح مجال السياسه، فتح مجال السلام، وفتح مجال اول حاجه كده بالصلاه على النبي رجع لي سينا بس كده تعالى. تاني حاجه بس رجع لي الدوله الفلسطينيه على حدود 67. بس الفلسطينيين هم اللي كانوا اشخاص مش يعني الى حد ما مش كانوا اذكياء شويه. ففتح المجالات لينا ان احنا ناخد نفس اقتصادي، ناخد نفس نبدا نجهز جيشنا بشكل اقوى، لان انا عارف ان كده كده في معركه جايه امرها منتهي، بس لازم انا اكون جايها المره دي وانا مستعد، احسن من ما كنت في الاول انا قعدت ادي في تصريحات عنتريه على الفاضي وانا ما كنتش مستعد. فحصلت الهزيمه بتاعت 67 واتاخدت مننا سينا. برضو خلينا نبقى حقانيين في التاريخ، لان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان ليه مواقف او كان ليه سياسات جوه مصر، هي سياسات مميزه جدا في الصناعه وفي السد العالي. برضو كان شخصيه طبعا كان مؤثر جدا يعني. نرجع تاني للسياسه بتاعت الزعيم الراحل محمد انور السادات. فالراجل ده بدأ يحط الخطة، والخطة دي عجبت الرؤساء خاصة حسني مبارك، عجبته أول خطة. قال أنا أبني البلد من الداخل اقتصاديا، بس هو كان برضو شخص كسول شوية ما يحبش حسني مبارك قوي يعني، بس عيشنا في سلام. طلع جيلين كل جيل حوالي 15 سنة، كان كل جيل بيسلم الجيل اللي بعد منه امان وسلام. عشنا في سلام، مش هنقول احنا ما عشناش في سلام، لا احنا عشنا في سلام، بس المعركة اقتربت. اللي قرا المشهد ده بقى مين؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي قرا المشهد ده، وقرا ان المعركة جاية. انا غير كده المعركة جاية ولازم انا اكون مستعد ليها. جت، انا مستعد. ما جاتش، اكون حتى قادر اتعامل على فيما بعد، لانها مش عارف اقولها بس هي كده جايه. هو طمعان في سينا، هو بيطلع لك اشارات ان انا طمعان في سينا. ده كلام واقح منه على ان هو يبص عليا في حاجه بتاعتي ويتكلم عنها، وشخص مسؤول او وزير اللي كان مسؤول اللي يتكلم عنها، فده معناه اطماع. ارجع تاني للاحداث بتاعت السادات وتأليفه للقصة كاملة. ففضلت إسرائيل عايشة في أمان، وحروبها كلها كانت حروب قصيرة. إلا الفترة ديت اتضح إن الشعب الإسرائيلي هو شعب ليس مدني، بل هو شعب عسكري، ويجهز من قديم الأزل، من أكتر من 70 سنة وهو بيجهز للي بيحصل دلوقتي. انت لا تكون فاكر ان انت بتاع مصنع وبتاع تشتغل في شركة، لا انت عسكري. لابد من انك انت تبقى عارف انك انت معايا كعسكري. الشعب كله عساكر يا راجل لحد سن 50 او 55 الرجالة. ايه الارقام دي ارقام ناس هتفضل عايشة كده كتير، بيحاربوا على طول. فنرجع تاني ان هم كانوا بيقولوا ان احنا بتوع السلام. طب انت بتاع سلام، ايه اللي انت عملته في غزة ده بقى؟ اللي انت عملته في غزة ده مش شغل سلام خالص. هو بيقول لك انا عايز يكون عندي دولة فلسطينية، وانت اللي صنعت حماس عشان يكون في انشقاق داخل الفلسطينيين نفسهم، وبعد منها دخلت. ده انت مش راحم حتى الاطفال في غزة، وضرب ضرب ضرب ضرب، مما انتج هنا بقى الرؤية بتاعت الرئيس الراحل محمد انور السادات، ان الاوروبيين بدأوا الاسبان يجوا عند البوابة بتاعت المعبر. بدأ في اكتر من رئيس وزراء جه عند الامم المتحدة، جه عند بوابة المعبر. بدأت الناس تتضامن مع القضية الفلسطينية من داخل الحلف الإسرائيلي. سنة بسنة الحلف بتاعه عمال يتشكك في أمر إنك أنت بتاع سلام. لا، أنت مش بتاع سلام، خاصة إن إحنا مش مخلينك عايز حاجة. إحنا كنا بنديك السلاح اللي تدافع بيه على نفسك، وأمريكا
الفتره اللي فاتت ديت بدات مش تديك السلاح اللي هو المفروض تدافع بيه عن نفسك، لا انت بقيت بتاخد سلاح تهاجم بيه وتوسع من ارضك. وبدا الاخ اللي هو المعارض بتاع نتنياهو بدا يطلع يقول لك احنا عايزين ندخل لبنان. بدا ده انتوا معارضه وكده، ده انتوا الناس المعتدله وكده. الامر ما بقاش امر طبيعي، الامر ما بقاش امر دماغ الناس في الامم بقى اللي هي الاوروبيين والروس والصينيين، دول ليهم كلمه لو اجتمعوا عليها بتتنفذ، عشان نبقى واضحين. فمعنى ان هم كانوا الاول الكلمه بتاعت الامم دول، الناس اللي هي الاوروبيين والامريكان والناس ديت والصينيين والناس اللي هي كانت ذات ثقل في العالم يعتبر، بداوا ينقصوا واحد ورا التاني، بيقعوا واحد ورا التاني. فده نجاح الراجل الراحل الشهيد الراحل محمد انور السادات، ده نجاحه هو لازم ينتسب ليه. فبدأت النهارده تتكلم عن لبنان. بدأ العالم الإسلامي النهارده على كلام أردوغان. بصراحة أنا مش مرتاح لأردوغان، أنا حاسس إن هو حاطط على ضرس قرنفل وهو بيتكلم معانا، بس مش قصتنا. إن هو بيقول إن هو هيعمل حلف إسلامي، ما في الأغلب هيكون يعني بتمنى من ربنا إنه يكون حلف ناجح، بس مصر مش بقت لوحدها، الحلف بتاعه عمال ينقص والحلف بتاعي عمال يزيد. فسبحان الله الراجل ده كان ذات رؤية عبقرية، الشهيد الراحل محمد أنور السادات. فالضرب اللي حصل في غزة ما كانش ينفع ما يحصلش. أنا آسف مضطر أقول كده، بس أنا عايز أبين لك حقيقة حاجة تانية. الجزائر دولة مات فيها 1.5 مليون شهيد، ولكن رائحة دماء الشهداء كانت ثمنها الحرية. وبدون دماء الشهداء داخل القطاع كنت مستحيل هتشوف الحرية، أو مستحيل هتشوف الحرية، مستحيل. ليه؟ لأن هو في الآخر الأمر متجمد. انت في غزة قاعد ما بتعملش حاجة غير انك انت بتشتغل وعايش حياتك عادي، وهو الناحية التانية عمال يفكر ازاي بقى اجيب قناة برجونيون كده واعمل خط ملاحي من هنا، وهو عمال يخرب على نفسه ويحسس نفسه ان هو صاحب الارض بس. طب الفلسطينيين الاخرين حسوا ان هم يلا ده انت بتخطط بقى انك انت تنهينا وتعمل وتسوي. فالمهم راحت قايمة حماس باللي عملته. في النهاية اللي عملته ده كان لازم يحصل لتحرير الأرض، وده اللي هيحصل بالمناسبة، لأن الإسرائيليين قدامهم حل من الاتنين، وده أنا قلته من زمان. يا إما انقلاب هيحصل على النتن، لأن الشعب ده مش هيستحمل الحرب دي تستمر أكتر من كده، لأنه لو دخل على لبنان اللبنانيين أرض مفتوحة، مش زي القطاع مقفولة من كل الاتجاهات، إنما لبنان أرض مفتوحة، فهتكون استنزاف ليهم، وهيحصل حالة ضعف شديدة جدا داخل الجيش، لأنه هو أصلا الجندي بتاعه جندي خايب، مش جندي يعني اللي في بالك، لا هو جندي خايب. ولولا وجود القوات الأمريكية هو كان زمانه انتهى من زمان، يعني الموضوع مش محتاج حتى فلسفة. فإن هو يدخل في لبنان هو حالة استنزاف، وفيما يتبع بعد منها إن الجيش الاسرائيلي نفسه على الوضع بتاع وزير الدفاع اللي عمال يتكلم بلا موضع مع كل شويه مع النتن، في الاخر هيعمل عليه انقلاب. ده امر منتهي، انت بتضيع جيشي، انت عمال تبهدلني في كل الاتجاهات، وعمال تخليني بموت جنودي عشان اهدافك السياسيه. لا انا مش هينفع اكمل معاك كده، انا لا هتلاقيه حصلت كده. والنقطه الثانيه ان اسرائيل نفسها هتاخد هزيمه ليس لها مثيل، هتبقى هزيمه فعلا نقراء هتتشال من على وش الارض حرفيا. وفي الاغلب هتروح ممكن تقعد، يا اما يرجعوا ارض الشتات تاني هيتفرقوا تاني، يا اما هيروحوا يقعدوا في الارجنتين ما لهمش مكان تالت، يعني هو خلاص يا كده يا كده. ف فعلا الشهيد الراحل محمد انور السادات
هو المخطط لكل اللي بيحصل بشكل فعلا جبار. راجل ذات عقلية جبارة ما شاء الله يا اخي، والله على العقول اللي زي ديت اللي بتعرف تسافر عبر الزمن وتحقق لك اهدافك بشكل يعني. ده يخلينا نرجع للنقطة بتاعت لما يبقى في رئيس من 30 سنة عمل لك خطوة مهمة تعرف انت تكمل عليها. هي نفس الفكرة بتاعت ان الرئيس النهاردة عمال يبني في البلد في طرق وفي كباري وفي قطورات وفي الكلام ده كله. هيجي رئيس تاني يقول يا اخي الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل لي حاجات انا فعلا كنت لو بعملها النهارده كنت هبقى في عقده كبيره جدا. هي نفس الفكره، نفس الطريقه، نفس الاسلوب. وربنا يحفظ مصر. واتمنى اكون يعني الفيديو خفيف عليكم، وبتمنى بس لو ممكن تتابع معايا ما بعرفش اقول الكلام ده بس يعني خليها على الله. تتابع معايا في الاشتراك وتحط الاعجاب وتعمل مشاركة للفيديو. تحياتي.